اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. يا ترى ابنك عنده كام شهر دلوقتي؟ وحاسه انك كل يوم بتسالي نفسك هو كده طبيعي ولا اتاخر ولا بيتطور كويس؟ السنه الاولى من عمر الطفل هي اكتر سنه بيحصل فيها تطورات، وكل شهر فيهم بيعتبر قفزه جديده في حياه ابنك او بنتك. في الفيديو ده هنتكلم شهر بشهر عن تطور الطفل من اول يوم اتولد فيه لحد ما يتم سنه كامله. تابعيني للاخر لان كل شهر فيهم مهم وكل لحظه بتفرق. ويلا بينا نبدا من اول شهر. من يوم الولاده لحد 30 يوم الطفل في الشهر الاول لسه متعود على العالم الجديد، بينام حوالي 16 ل 20 ساعه في اليوم، بس نومه متقطع، واكتر حاجه بيعملها هي الرضاعه والنوم، وده طبيعي جدا. وكمان ممكن يبدا يعمل تواصل بصري بسيط، يعني ممكن يبص في وشك كام ثانيه كده، وصوته هيكون عباره عن بكاء بس، وهي دي طريقته في التعبير. وهتلاقيه بيبدا يحرك ايده ورجليه لا ارادي. ونصيحة الشهر ده اتكلمي معاه حتى لو مش فاهم، صوتك بيطمنه. اما بقى الشهر التاني بيبدأ يفتح عينه اكتر وبيتابع مصدر الصوت شوية، وكمان ممكن يبتسم اول ابتسامة اجتماعية، ودي لحظة عظيمة لكل ام. هتلاقي كمان حركة ايده بدأت تبقى انعم، مش عشوائية زي قبل كده. الرضاعة بقت منتظمة شوية، وممكن يبصلك وهو بيرضع او بيبص للسقف ويتأمل. ونصيحة الشهر ده لما يضحك اضحكي له وابتدي اعملي تعبيرات بوشك. نيجي بقى للشهر التالت، هتلاقيه بيبدأ يرفع راسه شوية وهو نايم على بطنه، وبيعرف صوتك اكتر وبيهدى لما يشوفك. هتلاقيه كمان بيمد ايده ناحية حاجة بيشوفها بس لسه مش بيمسك كويس، وكمان ممكن يبدأ يصدر اصوات مكونة من حرفين. في الشهر الرابع بقى هنا بيبدأ اللعب الحقيقي، هتلاقيه بيضحك بصوت وبيقلد الاصوات اللي حواليه، وكمان ممكن يتقلب من بطنه لظهره، وكمان بيحاول يمد ايده ويمسك لعبه. والنوم بالليل هيتحسن شويه بس لسه بيصحى كتير. ونصيحة الشهر ده قدمي له ألعاب آمنة وخفيفة تقدر إيده تمسكها بسهولة. أما بقى الشهر الخامس هيبدأ يلف راسه ناحية الصوت، وممكن يمد إيده ويلقط حاجة صغيرة، وكمان ممكن يبدأ يعبر عن مشاعره أكتر، يعني ممكن يبصلك جامد لو مش عاجبه حاجة. هتلاقي كمان عضلاته بتقوى وهيحاول يثبت نفسه وهو قاعد بمساعدة. ونصيحة الشهر ده اتكلمي معاه كتير وحاولي تعملي حوار حتى لو هو مش بيرد. في الشهر السادس بقى هتلاقيه بيبدأ يقعد لوحده شوية وبيستخدم إيده الاتنين مع بعض، وهتلاقيه كمان بيطلع أصوات زي بابا أو دادة، وممكن يظهر سن أولي، وهتلاقيه كمان بياكل ايده، وده طبيعي ومش شرط يكون تسنين. ونصيحة الشهر ده ممكن تبدأ تدخلي أكل مهروس بسيط جنب الرضاعة، بس طبعا لازم تستشيري الدكتور الأول. أما في الشهر السابع هتلاقيه بيبدأ يزحف أو بيحاول يزحف، وكمان بيعرف يلاعب لعبته وبيبدأ يرميها ويضحك، وكمان هتلاقيه بيحاول يقلد صوتك أو تعبير وشك، وبيهتم أكتر بالأشخاص اللي حواليه. ونصيحة الشهر ده اللعب هنا مهم جدا، اختاري ألعاب فيها صوت أو حركة. نيجي بقى للشهر الثامن، هتلاقيه بيبدأ يقف وهو ماسك في حاجة، هتلاقيه كمان بيميز بين الناس، وممكن يبدأ يظهر عليه قلق من الغرباء. هتلاقيه كمان بيعرف اسمه وبيلف لما تناديه، وبيسيب الحاجة بإيديه بإرادته مش بيمسكها. ونصيحة الشهر ده ابعدي عن الشاشات وركزي على التفاعل الحقيقي. في الشهر التاسع هتلاقي طفلك بيزحف كويس أو بيبدأ يزحف بطرق مختلفة على إيد ورجل أو سحب جسمه بالكامل، أو بيقلد حركات بسيطة زي التسقيف أو التلويح. وكمان هتلاقيه ممكن يقول كلمات بسيطة زي ماما أو بابا. هتلاقيه كمان بيحب يستكشف الأماكن، فهنا لازم نأمن البيت كويس. ونصيحة الشهر ده خلي بالك من الزوايا الحادة والبلكونات وأي حاجة ممكن تقع. في الشهر العاشر هتلاقي طفلك بيقف لوحده شوية، وهتلاقيه كمان بيشاور على الحاجات اللي هو عايزها، وبيفهم كلمات زي تعالى أو لأ أو باي باي، وكمان هتلاقيه بيحاول يستخدم ادوات بسيطه. ونصيحه الشهر ده ابداي قولي له كلمات واضحه وصغيره يقدر يربطها بالفعل. في الشهر ال11 بقى ممكن يبدا ياخد اول خطوه وبيعبر عن نفسه اكتر، لو اتضايق هيبان عليه. وكمان هتلاقيه بيلعب العاب بسيطه زي ان هو يدخل المكعبات في مكانها، او بيعرف يطلب حاجه باشاره او صوت. ونصيحه الشهر ده شجعيه على الحركه لكن ما تضغطيش عليه، كل طفل ليه توقيته. واخيرا الشهر ال12 هتلاقي طفلك بيمشي خطوات بسيطه او بيمشي تماما، وممكن يقول من كلمه ل3 كلمات مفهومه، وكمان بيساعد في اللبس زي ان هو يمد ايده او رجليه. وكمان هتلاقيه بيعرف يقلد سلوكياتك، يعني ان هو يمسح او ينظف او يضحك على حاجات. ونصيحه الشهر ده طفلك دلوقتي دخل مرحله الطفوله بوعي اكبر، ركزي في التربيه واللغه. طب ايه هي العلامات اللي ممكن تشير ان في تاخر في النمو ومحتاجه زياره الطبيب؟ اول حاجه مش بيبتسم خالص حتى بعد 3 شهور، مش بيصدر اي صوت بعد 6 شهور، مش بيحاول يزحف او يقف عند 10 شهور، ما بيفهمش كلمات بسيطه زي اسمه او تعالى بعد 12 شهر، او فقد مهارات كان بيعملها قبل كده، وده اسمه التراجع المفاجئ. وفي النهايه هتلاقي نفسك بتتوتري وبتقلقي، وكمان ممكن تعيطي في وسط الليل، بس صدقيني كل لحظه تعب دلوقتي هتتحول بكره لذكريات حلوه جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لك كل جديد.